السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبسلام كده معانا ان شاء الله. النهاردة معانا وصفة جديدة وحلوة واقتصادية وسهلة وجميلة جدا. زي ما وعدتكم ان احنا على القناة هنعمل مع بعض احلى الاكلات الاقتصادية الحلوة المفيدة المغذية، وفي نفس الوقت مش هتاخد معاكي ولا وقت ولا جهد. مش هتاخدي في المطبخ ربع ساعة على بعض، ان انت هتجهزي وصفتك وهتبدأي ان انت تجهزيها على البوتاجاز. طبعا كده هنبدأ مع بعض، نسمي الله كده ونبدأ بالمقادير اللي احنا هنقول ايه بتاعة الوصفة. دلوقتي معانا الطماطم المتقطعة قطع صغيرة، ومعانا طماطم متصفية في الخلاط ومضروبة، ومعانا البقدونس اللي هو الخضار بتاعنا اللي هو اللي فيه عناصر غذائية جميلة جدا وهيديكي النكهة والطعم. ومعانا بقى البطل بتاعنا بتاع الأكلة اللي هو البيض، الملك النهاردة بتاع الأكلة، البروتين بتاعنا البيض. طبعا كلنا كده عرفنا واستنتجنا احنا هنعمل النهارده مع بعض ايه. هنعمل الشكشوكه، اكله مصريه اقتصاديه سهله وصحيه ومفيده. عايزين يبقى شعارنا هنا في القناه وفري ودبري وفي نفسك بلاش تستخسري. احنا عاملين بروتين تحفه النهارده اللي هو البيض. وطبعا احنا بشرين بصل. البصل انا بشرت بصل تحطي شويه زيت. انا حطيت الزيت قبل ما ابدا معاكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. حطيت شويه زيت وعليهم شويه بصل مبشورين، شويه بصل مبشور، شويه بصل مبشور. بصوا كده معايا اهو الزيت، حطينا الزيت سخن ونزلنا بالبصله المبشوره. احنا هنبدا نشوح البصله. احنا مش هنحمر البصله ولا هنحرقها، لا احنا هنشوحها تاخد اللون معانا، اللون الذهبي الحلو ده. اول ما تلاقي اللون الذهبي بقى حلو معاكي كده والريحه بدات تطلع، هتبداي بقى ايه تنزلي ببقيه المكونات بتاعتك. طبعا دي اكله حلوه وجميله اكتر الشعب المصري بيحبها. احنا عايزين بعد كده نبقى معانا في القناه يبقى هدفنا اللي احنا نعمل اكلات كويسه اطفالك يحبوها، نعرفهم بالاكلات الحلوه بتاعت زمان دي، الاكلات المصريه الاصيله الحلوه الجميله اللي هي بتوفر معاكي في الوقت وبتوفر معاكي في الجهد وبتديكي ريحه زمان وطعم زمان، وفي نفس الوقت ميزانيتك هتبقى كويسه ومصروفك هتوفري فيه. زي ما اتفقنا هيبقى شعارنا ايه في القناه، وفري ودبري وفي نفسك بلاش تستخسري. برضو احنا عاملين حاجه حلوه وذو قيمه غذائيه عاليه، وهتاكلي برضو اكله كويسه ومفيده وفيها مكونات، كل المكونات معانا مفيده وصحيه. اهو بدا البصل اهو بدا ياخد معايا لون خفيف اهو. هنتك عليه كمان حبه انه يدينا اللون الذهبي المكرمل الحلو. وان شاء الله كده عايزاكم تدعموني كده باللايكات والاشتراكات في القناه وتدعموا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وان شاء الله عيلتنا الصغيره تكبر بيكم وبدعمكم، تبقى قناه كده كبيره، تبقى قناه عائليه من القنوات العائليه الكبيره كده بيكم وبحبكم وبدعمكم وبتعليقاتكم الجميله. وان شاء الله كل ما هتدعموا القناه والقناه تكبر هتشوفوا احلى الوصفات واحلى الاكلات واحلى المعلومات. ان شاء الله هنكبر كلنا كده مع بعض ونبقوا أسرة واحدة ونتعلم من بعض. وكل اللي عنده معلومة أو عنده أي استفسار أو عنده أي حاجة يكتب لي في التعليقات عشان نتابع مع بعض كده، نبقى أسرة حلوة وجميلة ونكبر كلنا مع بعض ونفرح بنجاح بعض. كده خلاص البصل يا حبيبتي وصل معايا للون اللي أنا عايزاه، بدأ أهو وبدأ الريحة تحفة، الريحة تحفة طلعت. هنبدأ ننزل بالطماطم اللي هي متقطعة قطع صغيرة اهو. تبداي برضو الطماطم اللي انت مقطعاها قطع صغيره دي تشوحيها كده مع البصله، تاخد كده ايه تشويحه صغيره ايه مع البصله، تاخد كده ايه شويه كده، تاخد من ريحه وطعم البصله عشان تبقى وصفتنا كده حلوه وجميله وشهيه ومغذيه وكل اللي في البيت يحبها كده وايه يحس كده ان انت عامله حاجه حلوه كده وجميله. هنبدا بقى كده مع بعض، هنبدا بقى ايه ننزل بالطماطم اللي احنا ضربينها في الخلاط ومصفيينها مع بعض. هتبداي تنزلي كده تاخدي كل اللي موجود عندك كده في الورق بتاعك او الحاجه بتاعتك، هننزلي بكل الطماطم. هتسيبي بقى الطماطم كده، هتبداي ايه
هتبداي ان انتي تمرقي الطماطم. شويه ميه صغيرين يعني ايه، مش كتير قوي برضو، بحيث ان الطماطم تتسبك معانا وتدي الايه، تبقى مسبكه كده وعامله زي الصوص كده حلوه. عشان انت هتبداي تنزلي بعد كده بالبيض بقى بتاعك. تحطي بقى بهاراتك بقى، البهارات بتاعتك هتبقى عندك بقى ايه البهارات. تحطي شويه كزبره. الكزبره دي ايه حبيبه الملايين، في كل اكله تلاقيها تدي نكهه وطعم وريحه لاي اكل انت بتعمليه. وهتحطي شويه جنزبيل، ومعانا بقى شويه شطه بقى ايه، الاكلات دي بقى بتحب الشطه على حسب برضو ايه رغبه الاسره عندك. لو بيحبوا بقى الحامي بقى، بيحبوا حاجه متوسطه، انت تظبطي ايه، بتظبطي حالك يعني، بتظبطي بقى ايه حالك. عندنا بقى طبعا هناخده ايه شويه ملح، شويه ملح حلوين كده. تمام. تبداي كده تشوفي بقى الصلصه عندك اتسبكت كده اهو. تبداي تسيبيها ايه تاخد غلوه كده على النار لحد ما ايه شكشوكه بقى تتشكشك كده وتتظبط بقى كده ايه، وتبقى تحفه كده، وتلاقي الريحه بقى والقوام طلع. تبداي بقى ايه تنزلي اول ما تلاقيها اخدت صوص كده معاكي وبدات تلف كده معاكي، هتبداي بقى تنزلي بالبيض. البيض بقى هنبدا بقى ايه، البيض بيضه بيضه بقى. هتبداي كده بقى ايه، هتاخدي البيض بيضه بيضه. هنجرب بقى ايه واحده واحده كده. وهنبدا اللي احنا بقى ايه اول ما تغلي معانا الصوص بتاع الشكشوكه، هنبدا ننزل ببيضه بيضه كده ونهدي النار بقى. اول ما تبداي تنزلي بالبيض تهدي النار عشان البيض بتاعك يبدا ايه يستوي كده، بقى مستوي وحلو. احنا ممكن بقى نغطي عليها كده عشان البخار بيساعد برضو على ايه، على التسويه يعني، بيسرع من التسبيكه بتاعتك او الصلصه بتاعتك انها تتسبك بسرعه البخار. ونهدي النار كده وهتنزلي بقى ببضايه بضايه كده. وعايزين بقى دعمكم للقناه، تدعميني بقى بلايكات واشتراكات في القناه، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وهو مفيد ليكي ولعيلتك ولاسرتك. ومعانا وصفات بقى ايه جميله هنتابعوها مع بعض الايام اللي جايه ان شاء الله باذن الله. هنبقى مع بعض كده، نبقوا داعمين لبعض، ونعمله كل ما هو ايه جديد وكل ما هو مفيد. وهنحط برضو شويه فلفل اسمر، شويه فلفل اسمر معانا برضو يدينا النكهه ويدينا الطعم. نبدا كده نشوف معانا، نسمي الله كده ونبدا نشوف الصوص بتاعنا بدا ايه يخش في السوا ولا لسه. بس ولو اي حد عايز اي حاجه، اي محتوى او اي حاجه على القناه، يكتب لي في التعليقات ان شاء الله نتابع معاكم. وباذن الله اي حاجه عايزينها ان شاء الله او نفسكم تتعرض على القناه قولوا لي، ونناقش الموضوع ده كده مع بعض، ونعمل لكم الفيديوهات اللي يكون فيها محتوى جيد ومفيد ليكي ولاسرتك باذن الله. اهو كده بدات معانا الصلصه، بدات تاخد القوام وبدات انها ايه. هنسمي الله كده وننزل بالبيضه بيضه زي ما قلت لك، بيضه بيضه، علشان تبقى البيضه كده ايه الواحده بوحدتها، تبقى ايه معاكي البيضه الواحده بوحدتها، تلاقيها كده جوه الطبخه تحفه. هتبداي كده بصي تسيبي وتوسعي مكان كده وتنزلي ايه جنب منها، وبعد كده تقومي واخده الطبق ونازله واحده واحده معانا. ومنك برضو انت بتختبري البيض، لو في حاجه بايظه او في حاجه فيها اي مشكله توسعي كده، تدي لنفسك مساحه ما بين كل بيضه وبيضه علشان تطلع الواحده بايه بوحدتها، كل واحده لوحدها على حده كده. تلاقيها ايه وانت بتغرفي كده هتلاقيها معاكي تحفه وجميله. خلاص كده البيض كله ما شاء الله جميل. البطل بتاعنا النهارده تحفه جميل، ما فيهوش حاجه ايه، كلهم سلام. بس كده
دي اخر بيضه كده معانا، برضو هتوسعي لها كده مكان بس كده بس. وبعد كده بقى نغسل ايدينا من البيض. نغسل ايدينا كده برضو. البيض بقى انتوا عارفين بقى زفاره البيض وكده، لازم ايه نغسل ايدينا ونطهرها بس. وهنبدا ننزل بايه؟ بالخضره. اخر حاجه بقى اول ما البيض بقى تنزليه، احنا نزلنا البيض كله، دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنبدا نهدي النار شويه، هنهدي النار شويه. هنبدا ننزل بايه؟ بالبقدونس كده على الوش علشان يبقى فريش، يدينا النكهه والريحه والطعم، في نفس الوقت يبقى فريش على الوش، ايه ما يتبلش معانا من البخار بقى وكتر السوا وكده. يبقى معاكي لاخر لحظه، يديكي النكهه ويديكي فوائده كلها، بيبقى معاكي فريش. بس احنا كده هدينا النار علشان البيض بتاعنا ايه يبدأ كده يستوي. وتغطي الحله بتاعتك عشان احنا اتفقنا ان البخار بيساعد، لما تكتمي البخار جوه الحله كده بيساعد على التسويه، يدي الحاجه كده وقتها في السوا وتاخد وقتها وتطلع مستويه وتحفه وجميله. وان شاء الله باذن الله نلقاكم في فيديو تاني ان شاء الله. هعمل لكم حاجات اكلات تانية واقتصاديه. دلوقتي بقى معانا لسه الشكشوكه اهي على النار داخله في السوا، وان شاء الله نغرف بقى مع بعض كده وتاكلوا احلى الوصفات واحلى الاكلات معايا بقى. تابعي القناه، وعايزاكي زي ما قلت لك تشتركي في القناه. تابعي بقى معايا، وان شاء الله هتشوفي معايا كل جديد وكل ما هو مفيد. وخلاص اهي الشكشوكه كده بقى. تعالوا نبصوا كده يا حبيباتي على السوا بتاعها. ناخدوا كده الماسك بقى عشان الحله ايه زي ما انتم عارفين هتلاقيها سخنت معايا. بصوا كده معايا، بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، بصوا الاكله الحلوه الاقتصاديه الموفره اللي ريحتها قلب الدنيا قلب الدنيا. اتمنى ان انت تجربي وصفتي وتكتبي لي في التعليقات بقى طلعت معاكم عامله ازاي. واللي عنده وصفه، اللي عنده معلومه، اللي عنده اي حاجه عايزني اعملها على القناه يكتب لي في التعليقات، وان شاء الله اتابع معاكم. وشكرا. بصوا الجمال، بصوا بصوا. وان شاء الله القاكم في فيديو جديد باذن الله. اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.